رشيد الملقب بمجنينه هو أحد أشهر المجرمين في تاريخ المغرب. دخل السجن في السبعينيات وخرج منه يوم الخميس 21 أغسطس 2025 بعد أن استفاد من عفو ملكي منهيا بذلك فترة اعتقال استمرت 48 سنة. تعد هذه المدة من أطول فترات السجن التي عاشها سجين في المغرب. دخل رشيد عالم الجريمة في مرحلة مبكرة من حياته. في صيف عام 1991 ارتكب جريمة مروعة في مدينة مكناس، حيث استدرج أحد أتباع خصمه إلى بستان بعين الشبيك وقام بتكبيله إلى جذع شجرة، ثم وجه له طعنات متتالية حتى فارق الحياة. قبل أن يفصل رأسه عن جسده حمل الرأس في كيس بلاستيكي ودخل به إلى حانة بالمدينة، وعندما طلبت النادلة ثمن ما شربه كشف الكيس قائلا إن الذي بداخله سيدفع الحساب. أثارت هذه الجريمة الرعب في المدينة، وأصدرت المحكمة الاستئنافية بمكناس حكم الإعدام بحقه قبل أن يتحول لاحقا إلى السجن المؤبد. خلال فترة اعتقاله ظل رشيد معزولا عن التحولات الكبرى في المغرب، بما في ذلك التكنولوجيا الجديدة وتغير أنماط الحياة وظهور أجيال لم يعاصرها. ومع الإفراج عنه يجد نفسه أمام حياة جديدة مختلفة تماما عن ما عرفه، في مجتمع لم تعد العصابات القديمة فيه كما كانت، بينما تظل ندوب الماضي حاضرة. قصة مجنينة تعد درسا مهما للشباب، حيث تظهر أن لحظة طيش أو قرار متهور قد يكلف الإنسان أجمل سنوات عمره.